هلو. في الفيديو اللي فات عملنا مع بعض الكريسماس تريز دي، وعملت واحدة جديدة بألوان الكريسماس الأبيض والأحمر والأخضر. ودلوقتي بقى عندكم 2 ديزاين تقدروا تختاروا منهم أو تعملوا اوردر عن طريق صفحتي على الفيسبوك أو الانستجرام. وما تنسوش المسابقة بتاعتنا اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، اللي بيها تقدروا تكسبوا كريسماس تريز تحفة زي دي. علشان تعرفوا تفاصيل أكتر هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، لأن مسابقتنا مستمرة لآخر شهر نوفمبر. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب كمان. هنحتاج قطعة خشب، صنفرة، ألوان أكليريك أحمر، أسود، بني وبني فاتح ونبيتي وأبيض، وزودوا عليهم كمان الأخضر والأزرق عشان احتاجتهم في النص، جليتر أبيض وفرش أحجام مختلفة، قلم ذهبي أو خيط ذهبي زي ده هحدد استخدامه وأنا بشتغل. الحقيقة وأنا بعرض الأدوات ليكم في بداية الفيديو، في بعض الأدوات ما بيبقاش عندي قرار نهائي فيه هستخدمها ولا لأ، ومع الشغل بقدر أحدد أكتر أنا هستخدم إيه وإيه المناسب أكتر. وآخر حاجة عندنا الاسطمبات. أنا حبيت أستخدم الاسطمبات الجاهزة عشان تبقى أسهل وأسرع معايا، بتبقى أسرع في الشغل لو في كمية أو في عدد ممكن يتعمل مع بعض، فأي حد يقدر يعمل اسطمبة بكل سهولة وبساطة. طب إزاي لما أشكال الاسطمبات دي مش متوفرة في كل مكان؟ أكيد انتوا فكرتوا في كده، بس أنا برضو جاهزة. السنة اللي فاتت احنا عملنا اسطمبة من الورق مع بعض وادتنا نفس النتيجة بالظبط. فاللي انتوا هتعملوه هتروحوا على صفحتي على الفيسبوك، هتلاقوا الصورة مستنياكم، هتطبعوها على ورقة A4 أبيض وأسود، وبعد كده هتفرغوا الأماكن باللون الأسود بنفس الطريقة اللي عملناها في فيديو السنة اللي فاتت، وهسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. الموضوع بسيط وسهل جدا جدا ومش هياخد منكم وقت كتير. دلوقتي بقى عندنا الاسطمبة من الورق، وهي دي كل الأدوات بتاعتي اللي هستخدمها النهاردة في الفيديو. أول حاجة هنصنفر الخشب حلو ونتأكد إنه كله ناعم ومفهوش حتة خشنة. وبعد كده ننضفه كويس من الصنفرة عشان نبتدي نشتغل عليه. هبتدي أظبط الاسطمبة بتاعتي في المكان اللي أنا عاوزة أشتغل عليه. خليني أبعد الصورة شوية عشان كل التفاصيل تبقى واضحة ليكم. وهاخد من اللون الأحمر وأجيب أي قطعة ورق جنبي وهضغط على اللون بالشكل ده لحد ما السبونج كلها تبقى كلها لون واحد بالشكل ده. ساعتها هبتدي أضغط واحدة واحدة على الاسطمبة بتاعتي بالألوان. وهعمل نفس الكلام في الأماكن اللي باللون الأبيض والأسود. كمان هعمل الدفاية باللون النبيتي، هجيب القلم الذهبي وهلون النجمة بيه، وده هيبقى شكلهم النهائي. وبعد كده بالألوان هبتدي أظبط كل مكان باللون المناسب بتاعه، وأظبط أي مكان في الرسمة محتاجة تعديل أو تحديد. وهو ده بقى وقت الروقان، عاوزاكم تعملوا الموضوع ده بمزاج كده. في الوقت اللي بستخدم فيه الفرشة والألوان بحس بصمت رهيب، صمت في كل حاجة حواليا. أنا نفسي كل الأفكار والكلام اللي جوايا بيختفي مهما كانت بساطة الهوية اللي بتحبها أو اختلافها. يعني مش لازم أبدا تكون رسم أو فن معين، لازم تعرفوا إنها هي اللي ليها الفضل إنها تديكوا شوية من الهدوء وتخليكوا تفصلوا حتى لو حبة صغيرين عن المهام اليومية اللي لازم تتعمل أو المسؤوليات الحياتية اللي لازم تخلص أو الأحداث العالمية الصعبة جدا. بمجرد ممارسة هواياتكم هتقدروا تدوا لنفسكم الفرصة إنها تتشافى وتقدر تكمل كل الحاجات الكتير جدا اللي انتوا عاوزين تعملوها. فمارسوا هواياتكم وما تهملوهاش. بعد ما خلصت كل حاجة هعمل الحزام باللون الأسود. الغير الأبيض هثبت الجليتر على الأجزاء البيضاء. وعقبال لما ينشف الغيرة بالجليتر هجيب الاسطمبة وهنكمل باللون الأحمر الكلمة اللي احنا عاوزين نكتبها.
وبرضه هنرجع نظبطها بالفرشة، وادوا لنفسكم الوقت الكافي وانتوا شغالين. ودلوقتي هفضي الجليتر الزيادة جوه الطبق، وده بقى الشكل النهائي. دلوقتي هعمل الهدايا اللي على الجنبين فتحة الدفاية، هستخدم فيهم اللون الأحمر والأزرق والأخضر. دلوقتي هشتغل على الدفاية وهحدد شكل الحجر اللي عاوزاه عليها. الدفاية أنا كنت عاملاها باللون النبيتي واشتغلت عليها الحجر باللون البني الفاتح. وبعد كده بالفرشة هملى الفراغات. وآخر حاجة بالقلم الذهبي هعمل فيونكات للهدايا. كمان هعمل تحديد للكلمة، حاجة بسيطة خالص. كده نكون خلصنا، وده شكلها النهائي بعد ما ثبتها على الكريسماس ريس. المرة دي احنا اشتغلنا بالاسطمبات، بس المرة الجاية هنشتغل فري هاند. فخليكم متابعيني دايما، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي.